8 مش بداية ولا نهاية، لو قلبتها هتلاقي دايرة من هنا ودايرة من هنا، اللانهائية. النور مش بيطلع في لحظة صفا. حكاية إنسان اتاخد منه كل شيء، دكتور ناجح، مستقبل علمي واضح، خطى ثابتة، عيلة تكاد تكون مثالية. أول حاجة اتاخدت منه مش هدوم، اسمه بقى رقم. اللي عنده ليه يستحمل ازاي. الكتاب ده ما فيهوش اوصاف دموية او قصص بطولية، ما فيهوش شفقة، ما فيهوش بطولات زائفة، بس في حاجة اخطر من كل ده، صدق غير طبيعي. وده التطبيق العملي اللي كنا بنتكلم عليه من اول الحلقات بتاعتنا. التحول اللي حصل لفرانكل ما كانش ان حياته بقت حلوة، لا تمثال ولا ضجيج ولا اسطورة، بس أثر. مساكم وصباحكم نور وحياتكم كلها نور. أهلا بيكم في الحلقة الثامنة والأخيرة من بودكاست النور اللي جوانا. والرقم 8 ده دايما بيجي بعد اكتمال، بعد ما تلف الدايرة كلها من هنا ومن هنا، وبعد ما تجرب وتتوجع وتفهم. 7 كان كفاية علشان تعرف، لكن 8 علشان توصل. يمكن عشان كده الآية قالت: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ده مش تفسير، احنا ملناش في التفسير، احنا مجرد بنقول إحساس وخواطر. وكأن النور لما يكتمل جواك ما يبقاش ضوء، يبقى مسؤولية. 8 مش بداية ولا نهاية، لو قلبتها هتلاقي دايرة من هنا ودايرة من هنا، اللانهائية. توازن، نقطة وقوف في النص، نقطة وصول انك تبقى شايل معنى وقادر تثبت. هنا مش اللي بينور لك الطريق. كان لازم بعد كمية النظريات والقوانين والمعادلات والمصطلحات اللي احنا اتكلمنا عليها، كان لازم نقدم رول موديل، نموذج امثل، حدوتة انسانية بتاعت واحد شبهنا نقدر نتفرج عليها، نعيش بقى كل النظريات والمحطات والمصطلحات من خلال قصته عشان نجمع كل حاجة. خليني أقول لك حاجة قبل أي حكاية: النور مش بيطلع في لحظة صفا، مش بيطلع من الكومفورت زون. انت مش هتبقى مرتاح وهيظهر، ولا هتبقى قاعد مرتاح ومطمن والدنيا مظبطة. في أغلب الأحيان النور الحقيقي بيطلع وانت واقع، وانت مكسور، وانت حاسس ان كل حاجة راحت منك مرة واحدة. الحلقة دي مش عن بطل خارق، ولا عن انسان كان شايف الطريق من الاول، ولا عن واحد حياته كانت سهلة فبقى احسن. لا، دي حكاية انسان اتاخد منه كل شيء، فعليا كل شيء. اكتشف ان في حاجة واحدة بس ما ينفعش حد ياخدها منه ولا من اي انسان: النور اللي جوانا. هنا اشتعلت الشعلة. فيكتور إيميل فرانكل، يهودي نمساوي، اتولد سنة 1905 في فيينا في النمسا. أسرة يهودية بسيطة، مش متدينة ولا متشددة، لكن متماسكة. من وهو صغير كان عنده سؤال دايما حاضر في ذهنه: هو الإنسان عايش ليه؟ طب لو الألم جزء من الحياة، يبقى نعمل فيه ايه؟ نوجهه ازاي؟ كبر السؤال معاه ودخل الجامعة وتخصص في الطب النفسي واشتغل في علاج الاكتئاب والانتحار. وقبل ما يتم 30 سنة كان دائم الاتصال والمراسلة لسيغموند فرويد، عبقري علم النفس. لكن فرانكل حس بدري ان اللذة مش كفاية، والقوة برضو مش كفاية، وإن الإنسان محتاج معنى،
مضمون أكتر ما هو محتاج أي حاجة تانية. القرار اللي غير حياته كلها. سنة 1942 فرانكل كان عنده 37 سنة، دكتور ناجح، مستقبل علمي واضح، خطى ثابتة، عيلة تكاد تكون مثالية. وفي السنة دي بالذات وصلته فيزا هجرة لأمريكا في عز أهوال الحرب العالمية، يعني طريق نجاة مفتوح، اكزت، حياة جديدة، يعني فرصة يهرب ويكون حياة من أول وجديد. لكن وهو واقف في البيت شاف أبوه وأمه، شاف أهله اللي ملهمش غيره. سأل نفسه السؤال اللي بيفرقوا عن الناس ويميزهم عن بعض: أنجو لوحدي ولا أكمل معاهم للنهاية، على الحلوة وعلى المرة؟ قطع الفيزا، اختار يفضل. من اللحظة دي دخل في سكة ما كانش يعرف إنها هتحرقه، بس علشان تنوره. بدأت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1942، وفجأة تطورات سريعة. النمسا تحت الاحتلال النازي، وترحل فيكتور فرانكل مع أسرته إلى معسكر تيرزنشتات النازي في تشيكوسلوفاكيا. أول حاجة اتخذت منه مش هدومه، اسمه بقى رقم، الرقم اللي بيتنادى عليه عشان يتعرف في المعسكر. ودي كانت الصدمة الأولى ليه، مش الخوف اللي خوفه، لكن الإلغاء، إنه بقى رقم. اللحظة اللي تحس فيها إنك مش إنسان، إنت أصبحت شيء. دي أول محطة من محطاتنا، الصدمة، لما واقع جديد يضربك فجأة ومن غير أي تفسير ولا مقدمات. بعد شهور فرانكل اتنقل لمعسكر أوشفيتس. هناك في أول يوم حصل الفرز: يمين شمال، يمين شغل شاق مؤقت، شمال غرف الغاز. شمال كان الموت والنهاية. فيكتور شاف أمه بتتمشى في الاتجاه الغلط، الشمال، وما قدرش يعمل أي حاجة. أمه إلسا فرانكل اتقتلت، اتحرقت في غرفة الغاز في نفس اليوم تقريبا قدام عينه داخلة. وبعدها بشهور أبوه جابرييل فرانكل مات في تيرزنشتات من التعب والجوع والمرض، موت بطيء أوحش وأقسى من الرصاصة الرحيمة. وفيكتور لسه واقف، لسه بيصارع بس من جوه، بينهار بس بيحاول يوقف نفسه. وده اللي بنسميه محطة الانهيار. مش صريخ، مش دموع، لكن فراغ، مفيش حاجة. ناس كتير بتموت هنا من غير ما تموت، بتموت لما تفقد السبب والمعنى. بين أوشفيتس ودخاو اختبار كان قوي لفرانكل. اتنقل فرانكل بعد كده لمعسكرات أشد أسوأ، كاوفرينج، وهي أوحش معسكرات النازي في دخاو. شغل شاق، برد، جوع، حتة عيش واحدة في شوربة مية، ده الأكل بتاع كل يوم. لكن وسط الجحيم ده كله ابتدى يلاحظ حاجة غريبة. شاف زمايله في المعسكر جزء منهم ميت منهار، وجزء ماشي وكأنه ولا حاجة فارقة معاه. ناس رافعة نفسها وراسها لفوق ولا هممها أي حاجة، برغم نفس العذاب اللي بقيت الزملاء بيشوفوه. لسه عندها شرارة، حد مستني يرجع لمراته، حد تاني مستني يكمل دراسة، حد حاسس ان لسه ليه دور وما عندهمش مبرر او سبب. دي كانت تعتبر نهاية. ساعتها السؤال جواه اتغير، مش مين اقوى، لكن مين عنده سبب
مين عنده معنى ومضمون. في ليلة تلج واحد من المساجين قال له احنا اتاخد مننا كل حاجة. فرانكل سكت شوية وفكر، وبعدين قال تقريبا، بس لسه حاجة واحدة. في اللحظة دي الفكرة اكتملت جواه، إن الإنسان ممكن يسلب جسده وحريته وأهله ومستقبله، لكن في مساحة صغيرة، نقطة جواه محدش يقدر يدخلها غير بإذنه، محدش يقدر يغيرها، مساحة الاختيار. ودي محطة الوعي، إنك تفهم إنك مش متحكم في اللي بيحصل لك، مش متحكم في الظروف، لكن متحكم في اختيارك إزاي تعيش الظروف دي. من هنا فرانكل بطل يركز على نفسه بس، ابتدى يعمل جلسات علاج نفسي في كل سرية جوه المعسكر، معسكر النازيين. يقعد مع المساجين ويفكرهم في حد مستنيهم، في فكرة لسه ما اتقالتش، في فرصة لسه ما اتعاشتش، في معنى لسه ناقص. كان دايما بيقول اللي عنده ليه يستحمل ازاي. ده التحول اللي اتكلمنا عليه، لما الألم ما يبقاش نهاية لكن رسالة. في أبريل 1945 اتحرر معسكر دخاو. فرانكل خرج جلد على عظم، وحيد، ما عندوش شغل، خسر وظيفته، رجع فيينا واكتشف ان ابوه مات، اصله ما كانش يعرف. امه ماتت، اخوه مات، وبعدها بفترة قليلة عرف ان مراته تالي فرانكل ماتت في معسكر بيرجن بيلسن قبل التحرير بأسابيع. يعني ما فقدش أهله مرة واحدة، ده فقدهم على مراحل بكل معاناة وألم، ومع ذلك فضل واقف. فرانكل خرج من الحرب من غير عيلة، خرج من الحرب من غير بيت، فقد بيته، خرج من غير تاريخ وخرج من غير وظيفة، لكن خرج بحاجة واحدة بس، شعلة ضوء ونور جواه اتولدت، مش من النعمة ولا الوسع، لكن من الاحترام. وقال لو نجيت لازم احكي، مش علشان ابكي لكن علشان افهم وافهم غيري. هنا هنوصل لنهاية الجزء ده بسؤال ليك انت: هل لازم النور يجي من راحة ومن وسعة، ولا ممكن يتولد من قلب النار؟ في الجزء اللي جاي هنشوف ازاي الشعلة دي بقت نور، ازاي الحريق ممكن يتولد منه نور، ونور يغير حياة ملايين البشر. فيكتور فرانكل لو تفتكروا. خليني أبدأ من الآخر، مش كل يطلع من النار يبقى نور. في ناس بتطلع رماد، وفي ناس بتطلع حقد، وفي ناس بتطلع صمت، وفي ناس بتطلع ضياع. قليلين جدا اللي بيطلع منهم معنى، وفيكتور فرانكل كان واحد من القليلين دول. بعد التحرير سنة 1945 رجع فيكتور فيينا، زي ما قلنا مدينة كانت واقفة، بس روحه لسه خارجة من الجحيم. كان ممكن يعمل زي ناس كتير، يكره وينتقم ويقفل على نفسه ويختصر الطريق وينهي حياته من الآخر. عنده كل المبررات، خسر كل حاجة بدون مبالغة، لكن هو عمل حاجة تانية خالص. قعد لوحده وفي عز الحزن قرر انه يكتب، مش مذكرات ولا شكاوي، مش فضفضة، قرر يكتب فهم. هنا بقى الفرق الحقيقي. فرانكل ما قالش انا فهمت، قال طيب اعمل ايه بالفهم ده؟ وقعد يكتب كتاب كان في الاصل مخطوطة او مجموعة من الاوراق ضاعت منه في اوشفيتس، كتاب سماه Man's Search for Meaning، بحث الإنسان عن المعنى. كتبه في 9 أيام فقط،
مش لأنه كان مستعجل، لا، ده لأنه كان عنده شغف غير طبيعي. الكتاب اللي ما كانش المفروض ينجح، الكتاب ده ما فيهوش أوصاف دموية أو قصص بطولية، ما فيهوش شفقة، ما فيهوش بطولات زائفة، بس في حاجة أخطر من كل ده: صدق. صدق غير طبيعي. قال فيه ببساطة: الإنسان مش بيدور على السعادة ولا على القوة، الإنسان بيدور على معنى يخليه يستحمل الحياة. الكتاب اترفض في الأول على فكرة، اتقال عليه سوداوي، اتقال عليه تقيل، مش تجاري زي حلقاتنا دي، المصطلحات والنظريات كلام تقيل. لكن حقيقة لما نزل انتشر انتشار النار في الهشيم، اترجم لأكتر من 50 لغة، باع ملايين النسخ، بقى من أهم كتب القرن العشرين. ليه يا ترى؟ لأنه لمس وجع إنساني عام، مش معسكرات ومساجين بس، لكن مرض وفقر وفشل وفقدان ووحدة. مفيش أي أسباب تانية موجودة زي ما هي موجودة في القصة بتاعته. فرانكل موقفش عند الكتاب، وأسس مدرسة علاج نفسي جديدة اسمها لوجو ثيرابي، يعني العلاج بالمعنى. كان هو رائدها. قال فيها 3 مبادئ بسيطة لكن عميقة. المبدأ الأول: الإنسان حر داخليا حتى في أقصى الظروف. المبدأ الثاني: الحياة ليها معنى في كل موقف حتى من الألم. المبدأ الثالث: الإنسان مسؤول عن اختياره مش عن ظروفه اللي اتفرضت عليه. وده التطبيق العملي اللي كنا بنتكلم عليه من أول الحلقات بتاعتنا. مش كلام طاقة، مش شعارات ولا نظريات بس، ده اختيار يومي انت بتختاره. التحول اللي حصل لفرانكل ما كانش ان حياته بقت حلوة، هي حياته ما بقتش حلوة. التحول انه بطل يسأل ليه انا او اشمعنى انا، بدأ يسأل السؤال الصح: مطلوب مني ايه؟ وده اخطر تحول ممكن يحصل للإنسان، لان اللحظة دي ما بترميش اللوم على حد، ما بتستسلمش، بتخرجك من دور الضحية اللي مكبلك لتحت. دي النقلة اللي برنامج النور اللي جوانا بيحاول يوصلها من أول حلقة. انت الكون كله. خلينا نربط قصة فرانكل بحلقاتنا وباللي قلناه. الوعي بالنور، الإلهام والتدبر اللي جاله في حال المساجين والفصل عن الألم اللي عمله، التنقية أو التخلية، فقدانه وتخلصه من كل شيء وأي أفكار، شاف كل حاجة حواليه انهارت، تخلص منها وانفصل عنها بالكامل. التحلية أو تزويد النور، دعم نفسه بكل إمكانياته وعلمه وأحاسيسه ومثابرته وصبره وتعليمه وثقافته. التوازن أو التجلي، لما الألم وصل لدرجة لا يمكن يرجع، لا يمكن، كان عايز ينجو ويتوازن لدرجة انه ابهر كل اللي حواليه. نقطة الارتكاز والمرجعية بتاعته، والتحول العظيم لما كتب وعلم وغير حياة غيره ملايين، وعرف ان النور اللي جواه ليه سبب وجيه يجي الدنيا عشان يعمل حاجة بيه، مش عشان يعيش وياكل وينام وبس. علم المنطقة دي خلاص وصل لها، وعرف يقوم نفسه بعد كده. وده الترتيب الطبيعي لأي نور حقيقي. لو خطوة نقصت النور مش هيكمل. حياته بعد النجاح من غير دوشة. فرانكل ما عملش حزب، ما بقاش نجم، ما جمعش أتباع، ما استغلش مأساته وتاجر بيها. اشتغل أستاذ جامعي، سافر يحاضر في العالم كله، علم بهدوء، اتجوز تاني وخلف تاني بنت، عاش حياة بسيطة لغاية اما توفى سنة 1997 عن عمر 92 سنة. لا تمثال ولا ضجيج ولا أسطورة، بس أثر
لسه شغال لغاية النهاردة. الرسالة اللي تهمك وتهمني، فرانكل ما قالش الألم حلو، ولا قالك استحمل وخلاص، وقال لو الألم حصل خليه يخدمك وتوظفه مش يكسرك. وده جوهر الحلقة دي. النور مش انك ما تتألمش، النور انك تطلع من الألم بمعنى وبحاجة. الشعلة دلوقتي عندك. فيكتور فرانكل ما كانش بطل زي ما قلنا، ولا قديس، ولا اي حاجة خالص، غير انسان اتكسر واختار انه هو ما يتحطمش. والسؤال اللي حاسبهولك في اخر الحلقة، انت لما النار تقرب منك يا ترى هتطلع رماد ولا هتطلع نور؟ الشعلة موجودة، بس القرار قرارك. اما هتقعد ساكن ومستكين ومسكين، او هتدور على نورك وتبدأ القصة بفضل الله من جديد، قصة النور اللي جوانا.